ماذا تفعل بعد أن وقعت في العادة السرية؟ عمرك سألت نفسك إيه اللي مطلوب منك تعمله بعد ما عملت الفعل ده؟ النهارده هقول لك إيه اللي مطلوب منك تعمله بعد ما تقع في العادة السرية. هقول لك على 3 حاجات مهمين جدا لازم تعرفهم، منهم 2 في غاية الخطورة، وكمان هقول لك على حاجة مهمة جدا ربنا قالها لنا والله هتبسطك، فخليك معايا للآخر. أول حاجة خليني أقول لك إن أنت عند ربنا مقامك كبير قوي. ربنا سبحانه وتعالى كرمك، أنت عبد من عباده، ومش معنى إن أنت وقعت في العادة السرية زي ما كتير من الشباب بيقع فيها إن دي نهاية العالم، أو إن ربنا مش بيحبك أو مش هيقبل منك عبادة، أو إن ربنا غضبان عليك. لأ، زي ما قلت لك أنت مقامك عند ربنا كبير أوي. خليني بس الأول أسألك سؤال، هل عمرك سألت نفسك إزاي أتخلص من الشهوات اللي بتشدني للمعاصي؟ سؤال تاني مهم جدا، وهل الصلاة بتاعتي مقبولة لو وقعت في العادة السرية؟ طيب إزاي أغتسل بطريقة صحيحة بعد الفعل ده؟ لو الأسئلة دي جت في بالك فأنت مش لوحدك، لأن الفيديو الأخير اللي أنا عملته عن العادة السرية وإزاي تتخلص منها، وهسيب لك اللينك بتاعه في الوصف وهسيبه لك فوق هنا، شفت فيه ال3 أسئلة المهمين دول، وقلت لازم أعمل فيديو عنهم أجاوبك عليهم، فإن شاء الله أوصلك لحل واضح ومفيد، فخليك معايا للآخر. يلا بينا. أول حاجة هطلب منك حاجتين. الحاجة الأولى ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتكتب ده في التعليقات. الحاجة التانية عايزك تركز معايا على قد ما تقدر. طيب خلينا نبدأ بأول سؤال، إزاي أترك الشهوات اللي بتوصلني بالمعاصي؟ خليني أقول لك إن المعاصي والشهوات زي ما علمائنا بيقولوا هي مش مجرد فعل، لكنها عادة بتبدأ من العقل والقلب. أول خطوة تعملها لو حسيت بضعفك أمام شهوة معينة هي إنك تعترف بضعفك ده وتستعين بالله سبحانه وتعالى وتحاول إن أنت تتعفف عن المعصية على قد ما تقدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يستعفف يعفه الله، فابدأ بتغيير بيئتك. لو في شيء حواليك بيحفزك للمعصية ابعد عنه، استبدل وقت الفراغ اللي بيشدك للمعصية بحاجة مفيدة، زي ما قلنا قبل كده، زي الرياضة مثلا، أو اللي أنت تقرأ القرآن، أو إن أنت تتعلم مهارة جديدة، أو إن أنت تذكر الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك لازم تستعين دايما بالأذكار اليومية زي أذكار الصباح والمساء وأذكار الاستيقاظ من النوم، وفي القناة تلاقي عندك فيديوهات فيها نوع من الأذكار دي، وده لأن الأذكار بتكون درع قوي جدا قصاد الوساوس اللي بتجيلك من الشيطان. النقطة التانية وهي نقطة مهمة جدا ممكن يكون كتير من الشباب ما يعرفهاش، وهي كيفية الاغتسال بعد العادة السرية. الحقيقة الاغتسال مهم جدا بعد العادة السرية، لأن أنت بعد الفعل ده أصبحت مش طاهر، وسبب عدم الطهارة هنا مش معصية بعينها، ولكن العادة السرية أدت إن أنت خليتك غير طاهر. طبعا أنت عارف ليه. طب هي إيه أهمية الاغتسال؟ ليه أغتسل أصلا؟ الاغتسال واجب جدا عليك بعد الفعل ده عشان تصبح طاهر مرة تانية، وعشان كمان تصح صلاتك. أما بالنسبة للطريقة فهي بسيطة جدا. أول حاجة هي النية، تنوي بقلبك إن أنت تغتسل لرفع الجنابة. أما عن الطرق العملية للاغتسال فأنت ببساطة شديدة بتبدأ تغسل إيدك 3 مرات، وبتتوضأ وضوءك الكامل للصلاة عادي، وبتبتدي تغسل راسك 3 مرات مع فرق فروة الراس، يعني تدعك فروة راسك كويس. وآخر حاجة إن أنت تغسل جسمك كله وتتأكد إن كل جزء في جسمك وصله المية، ودي في السنة اسمها كيفية إجزاء، يعني اللي أنت عملته ده يجزئ لرفع الجناب. في كيفية تانية اسمها كيفية الاستحباب زي اللي احنا قلناها دي بالظبط، ولكن طبعا فضلها بيبقى أكبر وأجرها بيبقى أكبر، لأن أنت بتقتدي باللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمله في الاغتسال، وهي إن أنت بعد ما عملت اللي احنا قلنا عليه دوت، بدل ما تغسل جسمك كله مرة واحدة بتبدأ بالشق الأيمن ثم بعد كده بالشق الأيسر، يعني تبدأ الغسل من الجانب اليمين كله بتاع جسمك، وبعدين تبدأ تنتقل الجانب
الشمال، ودي كيفية الاستحباب. برضه ممكن تبحث عن فيديوهات عن يوتيوب عنها، هتلاقي فيه أكتر من فيديو. ده لو حابب تشوف الاغتسال مرئي قدام عينك. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيهتم جدا بالنظافة والطهارة، وده يوريك قد إيه الإسلام دين شامل ومتوازن. النقطة الثالثة نقطة في غاية الخطورة، وأنا أعتقد إن في ناس كتير بالأخص الشباب ما يعرفوش النقطة دي، وده كان سبب لتركهم للصلاة. إيه هي بقى النقطة الخطيرة دي؟ هل العادة السرية تبطل الصلاة؟ في الواقع العادة السرية نفسها مش بتبطل الصلاة، يعني بمعنى أوضح مش بتبطل الصلاة اللي أنت صليتها قبليها، ولكن إن لم تغتسل زي ما احنا قلنا في النقطة اللي فاتت، إن لم تغتسل بعد هذا الفعل بطلت صلاتك القادمة، يعني صلاتك اللي جاية أصبحت غير مجزئة وغير مقبولة. مش قلت لك نقطة خطيرة جدا؟ وده يخليك تفهم إن أنت متى وقعت في العادة السرية ديت وجب عليك الغسل عشان صلاتك تصبح صحيحة. وزي ما قلت لك قبل كده، الإسلام بيحثنا أو بيشجعنا وبيدعونا إن إحنا دايما نتوب من أي ذنب إحنا عملناه ونرجع لربنا، وده حتى لو كنت بتكرر المعصية. المهم إنك ما تفقدش الأمل في رحمة ربنا أبدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتخيل لما ربنا يقول لك وانت عبد من عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني عملوا معاصي كتير جدا لحد الإسراف. مش عمل معصية ولا 2 ولا 3 أو عملها مرة ولا 100 ولا مليون، لا ده عملها أكتر من مرة، يعني عمل معصية مرات كتير جدا ممكن ما تتعدش. ومع ذلك ربنا بيقول لك: لا تقنط من رحمة الله، ما تيأس من رحمة ربنا، ربنا بيغفر الذنوب جميعا. شفت بقى انت عند ربنا كبير قد ايه؟ مش بقول لك؟ في النهاية لازم تفتكر ان الطريق للتوبة والطهارة والبعد عن المعاصي والشهوات زي ما احنا قلنا طريق مش سهل، ولكن برضه مش صعب، ويستاهل بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وخليك فاكر ان كل خطوة انت بتاخدها في طريقك للتغيير ربنا سبحانه وتعالى بيشوفها وبيكافئك عليها. لو الفيديو ده كان مفيد ليك شاركه مع اي حد محتاج يسمع الكلام ده. ما تنساش تسيب تعليقك او سؤالك وانا ان شاء الله جاهز اجاوبك. وتعليقك هنا ممكن يكون بخصوص الفيديو او اللي انت استفدته منه، فما تبخلش عليا تقول لي انت استفدت من الفيديو ايه. اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام عليكم.